السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم يا رب، يعطيكم العافية على المتابعة. من الأساطير القديمة إن في واحد سأل فيلسوف، قال له ليش الخفاش يعيش بكهف ودائما الخفاش الحالة وما يحب يختلط مع الحيوانات الثانية، وليش دائما يطلع بالليل؟ قال ايه، طبعا هذه قصة من الأساطير يعني راح أسردها لكم أنا. قال زمان كانت في هوشة بين الطيور وبين الحيوانات اللي بالغابة كلها، يعني جميع أنواع الطيور وجميع أنواع الحيوانات اللي بالغابة كان دائما بينهم مشاكل ودائما بينهم معارك، والحيوانات تغذي على طيور وطيور تغذي على الحيوانات. والخفاش كان حاير بينه وبين نفسه، يقول أنا مع منو؟ أنا مع دول ولا مع دول؟ قال لا، خليني شوية مع دول وشوية مع دول. فصار يراقب المعارك الخفاش وبيشوف منو الأقوى، هل الحيوانات أقوى من الطيور أو الطيور أقوى من الحيوانات. ذاك اليوم بأحد الهوشات انتصرت الحيوانات على الطيور، فقال الخفاش خلاص أنا أبصير من فصيلة الحيوانات، أبصير معهم. فراح يم الأسد ملك الغابة وقال يعني قام ينافق عنده كفو مدري كيف. قال أنت الأسد، قال أنت منو؟ قال أنت يا أخي لك جنحان. قال أنا صيلي جنحان. قال يعني أنت من الطيور؟ قال لا، ماني من الطيور، أنا من الحيوانات. شوف الدليل، مالي منقار ولي أذان ولي أسنان مفترسة، وشوف ناظرني أنت. فقعد يناظر الأسد، قال فعلا أنت أنت وجهك مثل وجهنا يعني، بس لك جنحان. قال لا، هذول مو جنحان، هذول زي العباءة ألبسها أنا. فقال الأسد خلاص حياك الله، أنت معنا. المهم وتصير لك غزت الطيور على الحيوانات. انتصرت الطيور ذاك اليوم. الخفاش قال الحين الطيور أقوى من الحيوانات، خلاص أنا بصير من فصيلة الطيور. وراح عند زعيم الطيور اللي هو من هو النسر. فراح من النسر وقام ينافق عنده، قال الله مبروك الفوز على الحيوانات ومدري كيف. قال النسر أنت منو؟ أنت من الحيوانات، أنت لك أنياب ولك آذان طويلة وعيونك مثل عيون القط، أنت من فصيلة الحيوانات. قال لا الخفاش، قال أنا من فصيلة الطيور، شف الجنحان. فاقتنع النسر أن هذا من فصيلة الطيور، قال حياك الله معنا. المهم وقعد معهم الخفاش، وصارت معركة مرة ثانية بين الطيور والحيوانات. فالأسد والنسر راقبوا الخفاش أنه واقف أثناء المعركة. فانتهت المعركة، ولكن الخفاش ما عرف منو اللي فاز بالمعركة، الطيور ولا الحيوانات. فراح سأل الأسد، قال من فاز بالمعركة؟ الأسد قال ما حد فاز. طبعا الأسد اكتشف أن هذا كذاب. راح من النسر سأل من فاز بالمعركة. النسر طبعا كاشف أنه كذاب، فطردها الأسد من فصيلة الحيوانات وطردها النسر من فصيلة الطيور. وصار الخفاش يعيش الحالة بكهف وبعيد عن الحيوانات ومنزوي، وصار يعيش بكهف وهكذا يعني، وصار ما يطلع إلا بالليل وما يختلط بالحيوانات الثانية. فهذه قصة من الأساطير، ويعني الأساطير يعني ما أكيد أنها يعني ممكن تكذب يعني أكيد، لكن أنا قلتها من باب التشريع. والله يعطيكم العافية ومع السلامة.